بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جبت لكم يا البنات اليوم وصفة تاع قلب اللوز جدا رائعة، ورمضان إن شاء الله راها على الأبواب. بأسواق إن شاء الله تحلكم خير من اللي تشروها من برا بأسواق باهظة. بزاف بزاف يتبسس بزاف بزاف خفيف رائع. هذه المرة رانا جبناه إن شاء الله بلا حشوة، في مرة واحدة أخرى إن شاء الله راح نسجله لكم بالحشوة. هذا باه ما يكونش فيه تكاليف بزاف، قررنا أننا نديروه لكم بدون حشوة بدون كاوكاو. شوفوا البنات كيفاش يكون يتبسس معاكم بمجرد ما تحطي عليه المغرف، كل حبة تروح وحدها. نروحوا نبداو على بركة الله. نروحوا للمقادير. عندنا ريتلة تاع ماء مع رطل تاع سكر، نحطوهم فوق النار يغلو لمدة 10 دقائق، نحسبوا من اللي يبدا تغلي 10 دقائق ونطفوا عليه، ومن بعد نولوا للتيشة تاعنا. عندنا كيلو تاع تيشة مع رطل تاع سكر، كيلو تيشة مع رطل تاع سكر. نديرو معاهم التيشة نتاعي تتباع في الساشيات يا البنات، راها شوفوا شحال خشينه وما سقت الحبه تاع طعم، راها ما تصورتليش مليح، عن بالي لا كاميرا هي حكمتها. التيشة اللي تتباع في الساشيات ماشي اللي تتباع في الكاغط. عندنا 12 مغرف نتاع حليب مع 12 مغرف نتاع لبن مع 18 مغرف نتاع زيت. يا البنات ما تحسبوش المغارف تاعي برك تكون البلا تاعي صغير، راني درت الرطل تاع التيشة برك ما درتش كيلو. رانا مستنيين منكم لابوني تاعكم، متابعاتكم باش تحفزونا، وملاحظاتكم الطيبة، تعليقاتكم الطيبة باش تحفزونا إن شاء الله على أننا نجيبوا معكم كل جديد. كي تكملوا لهنا أنا بدلت المغرف برسكو كنت نقعد في الزيت توسينا الحليب، جبت مغرف واحد أخرى. المهم 12 مغرف البن، 12 مغرف الحليب، 18 مغرف زيت. تبداي تحكي فيها يا البنات كيما راكم تشوفوا فيها بين صباعتيك بين الكفاف نتاعك لمدة 4 ساعة. هذا سر قلب اللوز، مدة 4 ساعة حك حتى يذوب هذاك الزيت والسكر والسوائل مع السكر يذوب فيهم، وتوليك شغل تحسيها راح تولي تتعجن معك مدة 4 ساعة. هذا هو السر تاع قلب اللوز باش يجيكم خفيف. كي طابت 10 دقائق غلات، ماشي طابت، غلات 10 دقائق زدنا لها اللاروم نتاع المزهر. اللاروم تاع المزهر راهو يتباع البنات في المحلات. من التيشة تاعنا كي كملنا الحك مدة 4 ساعة، جبنا فنجال، سواء كنتي تستعملي فيه المزهر عادي ديري فنجال تاع مزهر، ولا كنتي تستعملي فيه لاروم ديري فنجال تاع لاروم ومعه شوية لاروم، فنجال تاع ماء مع شوية لاروم تاع مزهر، وتفتلي به التيشة نتاعك كيما راكي تشوفي. لازم كامل يدخل فيها المزهر هذاك، سواء مزهر ولا ماء ولا روم تاع المزهر. مع البلان نتاعنا هذا نتاعي انا راه صغير، مي كيلو تاع التيشة يلزم لكم بلا نتاع في حدود 33 34 القطر نتاعو. تحاولوا تسووه بيديكم قد ما تقدروا، ولا حبيتوا تستعملوا الكوبات كيما راني انا استعملتها، حاولوا تسووه قد ما تقدروا. المهم ليسونسيال انه يتسوى معكم، ما يهمكمش باش سويتوه. كي تسووه مليح تحكموا نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع زيت، وتبداو تدهنوا بالبانسو. لازم تدهنوا كامل السطح نتاع البلان تاعنا، لازم يتشرب مليح، وهذا السر باش ما يجيناش قلب اللوز يابس من الفوق، ما تجيش فيه الطبقه هذيك يابسه من الفوق. تشربوها له مليح، تجيبوا الموس وتبداو تقطعوا فيه عادي كيما حبيتوا تكبروا الحبات، حبيتوا تصغروا حبات، انتم والعائله نتاعكم وانتم واش حبيتوا. درك تشوفوا كيفاش دوك نكرركم لاكام تشوفوا كيفاش راه، شوف كيفاش راه شارب الزيت، يبان بالفوق بلي راه شرب الزيت. نديروه يطيب من التحت حتى تخرج لنا الحموريه كامل على الحواشي. شوفوا كيفاش راهي خرجت، هذا من بعد راني صورته برا الكوشه لاجل باه تبان لكم هذيك الحموريه ان شاء الله راهي باينه معكم مليح، باش تعرفوا بلي راهو طاب من التحت. وساعه نطفوا من التحت ونعاودوا نشعلوا له من الفوق حتى يدي معانا اللون الذهبي من السطح الفوقاني، كيما اللون اللي مرفين تشوفوه في اللي نشروه من برا. تكون الشربة تاعنا ان شاء الله بارده مع القلب اللوز تاعنا سخونقه كيما جبدناه من الكوشه.
وراه في البدايه يبان لكم باللي راه عايم، مي ما تخافوش منه عادي. اذا درتوه الصباح العشيه باش تنحوا منه، اذا درتوه في الليل الصباح باش تنحوا منه، اعطوا له على الاقل 5-6 سوايع ومن بعد تبداو تنحوا منه وتاكلوه بالصحه والهنا عليكم. وما تخافوش منه اذا قعدت لكم السكر، قعدتكم الشربات من الفوق. وشكرا.